رح احكي لكم شغله تجارب وحطوها في بالكم وادرسوها ولا تنسوها. الاطباء بيعملوا تجارب على الفيران. الفيران اقرب شيء لنا نعم من بين الحشرات والحيوانات. شوف هلا دائما بيأجروا الامراض وكذا على الفيران. ففي دكاتره عملوا تجارب على الفيران، حطوا فيران ذكور واناث صغار شباب، وحطوا فيران ذكور واناث هرمين ختايره. اجروا تجربه عليهم، لقوا بانه الشباب والصبايا الهرمونات تبعهم، الشباب هذول الفيران الهرمونات الذكريه تبعهم والمواد اللي بيفرزوها 85%، بينما الختايره 15%. قاموا الفيران الاناث الصغيره حطوها مع الختايره، وقاموا الفيران الختايره حطوها مع الفيران الذكور الشباب. بعد 6 شهور عملوا تجارب على الفيران الذكور الشباب، لأول نازل المستوى معهم ل 30، من 85 نازل، ما عاد في رغبه، ما عاد في شيء. اجوا على الختايره لقوا طالعه معهم لل 70. فيوم بيقولوا جدة شبابه، انا كنت ظنه مثل هيك جد، ترى فعلا جدة شبابه فعلا. سيدي بس مباشر. اي والله بس مباشر سيدي. لا مو بس مباشر، بعدين مرتي ما تسمع دروسي، مرتي ما تسمع لي دروس نهائيا. مرة نعم قلت لها شوفي يعني الناس، تعي احضري الدرس، شوفي الناس بخطبة الجمعة شلون بيبوسوا ايدي. قالت لي يبوسوا ايدك ما بصدقوك انت تنزل على المنبر، مو يبوسوا ايدك مبسوطين يعني. ف لذلك ما تسمع لي ولا درس. كانت تدرس عندي هي ولا ندمانه بحيث انه بدها ترجع تدرس. بسم الله درس. فلذلك نعم سبحان الله تاريخ فعلا يا اخي، يعني المرأة بس تكبر بتموت زلمتها. شيء بالشيء يذكر، كنت في قرية من القرى ورجل ماتت زوجته، فراح يتزوج وحدة ثانية. فعم يحكي لي، هو عم يحكي يعني اخواته الكبار من سنه قاعدين. يوم صباحية العرس لما تجوز الثانية والأولانية ماتت، اجوا نعم اولاده يعني صدفوا عليه انه نعم ان شاء الله مبارك يابا وكذا وهي. قال له خذوا نعم قفة الزبل روحوا كبوها على قبر امكم. قالوا لا يعني ابي يعني امي كانت. قال له منين امكم؟ موتتني امكم، ما عاد طلع معي شيء بنوم انتهيت. فمرة بتقول له برد، مرة بتقول له الاولاد قاعدين، مرة بتقول له اي نعم موتها، ومرة بتقول له كذا، لحتى ما عاد له نفس. فاجت الجديدة بتلبس، بتتمكياج، بتحكي، بتحط اكله طيبة، بتحط له فواكه، اي نعم تقدر تكفن، يعني انتعش. انا اليوم بعد ما وصلتني خبرية الفيران اي نعم يعني تأثرت بالفيران. هذا بس المقطع اللي سمعوا لأهل هيك.